20 جندي فقط في إدارة الأمن، بينما بقية الجنود في بيوتهم ويستلمون نصف المعاش بتواطؤ من مدير الأمن، وكذلك قائد الأمن المركزي ومحافظ المحافظة تواصلنا معه أكثر من مرة، لكنه غايب عن المحافظة، لا هم له ومحاسبة مدير الأمن العام ومن معه من النواب ومحافظ المحافظة. إلى ما يسعى إليه المتمصلحون الذين ينسبون الحادث إلى القاعدة. هذا كذب وافتراء، يريدون أن يهربوا من المساءلة. هؤلاء العصابة عصابة مجرمة